لما بفكر اجيب موبايل مش غالي بسأل نفسي هو ايه اللي هاخده زيادة في الموبايل الاغلى. لما موبايل زي ده بيجي بذاكرة داخلية كبيرة 128 جيجا ورام كويس 4 جيجا، كاميرا 50 ميجا بكسل، بطارية محترمة 5000 ملي امبير وشحن سريع، ايه اللي فاضل؟ مش لازم يكون الموبايل مثالي، ايه يعني لو شاشة الموبايل مش خيالية عادي يعني شاشة، او ممكن استحمل شوية تقل في السوفت وير، او ان الكاميرا تكون نتائجها متوسطة. يعني اكيد هيكون في تضحيات بسيطة بس في المقابل انا بوفر فلوس كتير. والمهم اني اركز على التفاصيل اللي ممكن تهمني قوي وادور عليها في الموبايل. ولو عارف انت بتدور على ايه، الفيديو متقسم، ممكن تروح للحاجة اللي تهمك على طول. سامسونج A05 هو واحد من أرخص موبايلات سامسونج الحديثة، سعره في حدود 6000 جنيه 80 دولار أو 300 درهم إماراتي، وأكيد بنفس السعر برضه في منافسين كتير. فإيه مميزات الموبايل ده اللي ممكن تهمك، وإيه العيوب والنواقص أو التضحيات اللي فيه؟ تعالوا نعرف أكتر. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من سولوبيديا، معاكم إسلام ويلا بينا نبدأ. اولا ايه اللي بيجي في علبة موبايل من ارخص موبايلات سامسونج؟ تعالوا نشوف. النسخة دي اماراتي، ورغم ان العلبة صغيرة والتغليف من بره بسيط، لكن سامسونج من الشركات القليلة اللي لسه محتفظة بستيكرز السيلينج اللي بتأكد لك ان العلبة دي ما اتفتحتش قبل كده. شركات كتير تانية بطلت الموضوع ده، معرفش ليه. واول ما بنفتح العلبة بنلاقي علبة تانية تبدو وكأنها علبة كفر، لكن في الحقيقة ما فيهاش غير الكتالوجات وكيبل الشحن من تايب سي لتايب سي فقط. وبعد كده هنلاقي الموبايل، لازم اقلب العلبة عشان اطلعه، وتحته هنلاقي ابرة السيم تري وبس كده، يعني مفيش شاحن. الموبايل متغلف بغلاف بسيط قوي مش ملزوق عليه لزق، فسهل ان انا اسحبه كده. وهذا هو الموبايل، وبيجي بدون سكرين بروتكتور، فمفيش شاحن، مفيش كفر، مفيش سكرينة تحمي الشاشة. ومعظم الناس اصلا عندها شواحن تايب A اللي هو الكبير ده، فليه كيبل تايب سي لتايب سي؟ مش عارف. والفكرة ان معظم موبايلات الفئة دي من شاومي واوبو بيجي فيها كل ما سبق. ما علينا، اللون اللي معانا ده هو اللون السيلفر، مع ان شكله في الحقيقة ابيض. الظهر تصميمه جميل وبسيط جدا ومقلم بخطوط رفيعة من السيلفر، لكن التقليمة دي مجرد لون، يعني الملمس كله فلات تماما. ولان الظهر في الحقيقة بلاستيك مش ازاز، فهنلاقي الانعكاسات كلها معوجة شوية، لان البلاستيك ما بيكونش مفرود قوي زي الازاز. الكاميرتين في الظهر بارزين يمكن نص ملي او حاجة، لكن الفلاش مش بارز. ومن قدام هنلاقي الشاشة فلات تماما طبعا، بحواف مش كبيرة يمين وشمال، من فوق بتكون أكبر بفرق بسيط ومن تحت أكبر كتير. والكاميرا السيلفي بتيجي في ووتر دروب نوتش في نص الشاشة، وفوقيها فتحة عريضة جدا لسماعة المكالمات. الفريم هنا شكله كأنه من المعدن السيلفر، لكن هو بلاستيك برضه ومش فلات. ومن تحت فيه سماعة سبيكر ومدخل الشحن ومايك وفتحة 3.5 ملي، ومن فوق فيه ميكروفون تاني. على اليمين الباور والفوليوم، وعلى الشمال السيم تري، وبس كده. الموبايل عموما خفيف مش تقيل، ومفيش اي درجة حماية معلنة على الشاشة ولا درجة حماية من المية والاتربة، فضروري تجيب كفر حماية وسكرين بروتكتور وشاحن لو ما عندكش شاحن، وحاول انك تحافظ عليه من المية. ومش معنى كلامي ان الموبايل ضعيف، هو كده كده بيكون محمي بدرجة، لكن مش بالدرجات المعروفة أو المعلنة. حتى السيم تري هنلاقي عليها مثلا السيل الأحمر اللي بيمنع دخول المية. وبشكل عام في رأيي سامسونج عموما من أفضل الشركات كجودة تصنيع وكخدمة الضمان على موبايلاتها من تجاربي الشخصية معاهم. فما تقلقش على الموبايل قوي، لكن الاحتياط واجب. حجم الشاشة هو 6.7 انش، هي شاشة 60 هرتز من نوع PLS، تختلف شوية عن الشاشات الاي بي اس العادية، وتعتبر متواضعة او عادية جدا، كويسة جدا كألوان وزوايا رؤية وشدة اضاءة، لكن مش شارب قوي زي شاشات الاي بي اس. بحس بشوية جلير فيها احيانا، لكن اتعودت عليها بسرعة، فتعتبر معقولة جدا. اما بالنسبة للصوت، فالموبايل بيجي بسماعة واحدة مونو من تحت، صوتها كويس وعالي جدا. صحيح هنا الدولبي اتموس مش بيشتغل غير مع سماعات البلوتوث فقط، لكن الصوت عموما جميل وافضل من موبايلات كتير في الفئة السعرية دي. ونيجي لواحدة من اهم التنازلات في الموبايل ده، وهو انه بدون بصمة. لكن فيه الفيس انلوك او بصمة الوجه، وللاسف الفيس انلوك فيه سنة بطء كده ومش دايما بيفتح من اول مرة. سامسونج بشكل عام مش من اقوى الشركات في موضوع البصمة. بصمة الوجه هنا في رأيي ما يعتمدش عليها قوي،
معظم الوقت هتضطر انك تكتب البن او تستخدم الباترن عشان تفتح الموبايل. بالنسبة للشبكات، الموبايل بيقدر ياخد خطين زائد ميموري اضافي، وشبكة الموبايل هي شبكة 4G كويسة مفيش فيها اي مشاكل، حتى الواي فاي والبلوتوث كل ده كويس جدا. بس عموما برضو سامسونج مش من اقوى الشركات في الشبكات، مش زي هواوي واونر مثلا. لو انت بتعاني كتير في العموم مع الشبكة فممكن يكون ده مش افضل اختيار. الموبايل بيجي بمعالج ميديا تك هيليو جي 85، وهو معالج 12 نانومتر قديم شوية، لكن هو أفضل معالج موجود بالسعر ده فعلا. موبايلات كتير بنفس السعر وأحيانا أغلى كمان بتيجي بنفس المعالج ده أو بمعالجات أقل كتير. الرام بيجي 4 أو 6 جيجا بايت رام، والميموري 64 أو 128 جيجا بايت من نوع eMMC بطيئة نسبيا. والنسخة اللي معانا دي هي نسخة ال 4 جيجا بايت رام 128 ذاكرة داخلية. تجربة أداء الموبايل متوسطة نسبيا. الموبايل مش أسرع حاجة، في تقطيعات بتحصل أحيانا وبياخد شوية وقت فتح وقفل الابليكيشنز، وكل ده طبيعي جدا في الفئة دي عموما من الموبايلات وخصوصا مع سامسونج. وده لأن واجهة سامسونج عموما تعتبر تقيلة شوية مقارنة بشاومي وأونر مثلا، بس الفرق مش كبير. واللي بيحب سامسونج ومتعود على الواجهة بتاعتهم بأكاونت سامسونج والابليكيشنز والنوتس هيفضل اكيد ان هو يفضل مع سامسونج. وبشكل عام اداء الموبايل جوه الابلكيشنز نفسها يعتبر كويس جدا، حتى مع الجيمز الخفيفه الموبايل بيشتغل كويس جدا، ومعقول كمان مع الجيمز التقيله زي بابجي واسفلت كول اوف ديوتي. طبيعي في شويه تقل لكن ما يختلفش عن اي موبايل تاني من نفس الفئه. الموبايل بيجي باندرويد 14 وواجهة One UI 5.1 اللي نزل لها تحديث على طول وبقت One UI 6.1. ولأن الموبايل بيجي ببطارية 5000 ملي أمبير وبتقدر تشحن بسرعة 25 واط، فأداء البطارية هنا كمان يعتبر كويس جدا. أما بالنسبة لباقي التفاصيل فمفيش بوصلة، مفيش انفراريد، مفيش كمان NFC، لكن في راديو عشان يشتغل بتحتاج توصل سماعة في مدخل 3.5 ملي، وكمان في بروكسيميتي سنسور عشان ما يحصلش معاك اي تهنيج وتلاقي الشاشه بتنور خلال المكالمات. ومعظم التفاصيل دي بتبقى معكوسه في موبايلات الفئه دي من شاومي وريلمي مثلا. فتوليفه سامسونج اي 05 في اعتقادي مختلفه شويه ومناسبه اكتر للكبار من اهلنا اللي فعليا مش بيستخدموا كل التفاصيل الصغيرة دي بشكل يومي، لكن محتاجين موبايل بمساحة داخلية كبيرة وكاميرا كويسة وتصميم هادي ومحترم وبواجهة ممكن يكونوا هما متعودين عليها من سامسونج. وبرضه أحيانا ممكن تكون المواصفات دي مناسبة للأطفال اللي مش هيستخدموا غير الجيمز الخفيفة والكاميرا ومش فارق معاهم البصمة والNFC كل الكلام ده. وبما اننا قلنا ان الكاميرا كويسه فتعالوا نجرب ونفهم اكتر. عندنا كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، اما الكاميرا التانية دي فهي مش كاميرا، هي مجرد سنسور لقياس العمق بجوده 2 ميجا بكسل بتساعد في الفوكس وفي عزل الصور. نتائج الصور في الشمس بالكاميرا الأساسية هنا كويسة جدا، الألوان مظبوطة، التفاصيل واضحة، ال HDR محترم. طبعا مش الجودة الفظيعة لكن تعتبر هايلة جدا جدا مقارنة بغيرها في الفئة دي من الموبايلات. صور طبيعية وشارب وواضحة، تقدر تصور 12 أو 50 ميجا بكسل، ولو بتصور 50 ميجا بكسل ما تقدرش تعمل زوم، لكن لو 12 ميجا تقدر تعمل زوم لغاية 10 اكس. وهناخد بالنا ان دايما اللي ظاهر قدامنا قبل ما اصور جودته بتكون ضعيفة على الشاشة، لكن بعد ما اصور وافتح الصور النتائج بتكون مختلفة تماما وهايلة. وده طبعا بيكون مقصود علشان يقللوا الحمل على البروسيسور خلال التصوير وتبقى كل طاقة الموبايل مركزة اكتر على جودة الصورة نفسها. الكاميرا مفيش فيها طبعا تثبيت بصري، حتى التثبيت الالكتروني برضه مش موجود لنفس السبب، فلازم تثبت ايدك كويس عشان تاخد نتيجة كويسة. وفي انظمة تصوير لطيفة، تقدر تصور باعدادات برو، تصور بانوراما، تستخدم فلاتر، وفي بورتري مود ممتاز في العزل حتى مع الاوبجكت مش بس مع الناس. وبسبب سنسور الدبث اللي هو الكاميرا التانية فالبوكة بتطلع طبيعية وممتازة جدا، بس لازم تتحكم فيها قبل ما تصور لان بعد التصوير ما تقدرش انك تغيرها. وحتى مع الإضاءة المتوسطة والمنخفضة نتائج الصور كويسة جدا مستخدمة وواضحة. صحيح التفاصيل بتقل كتير والنويز بتكون عالية في التصوير بالليل، بس ده طبيعي، ما تحاولش انك تقارن بموبايل تاني يكون اغلى مرتين تلاتة. والتصوير الليلي هنا بيطول شويتين عن الطبيعي حوالي 6 ثواني تقريبا، لكن بيدينا نتائج واضحة واحسن بكتير. سامسونج من الشركات الشاطرة جدا جدا في النايت مود في الحقيقة. وبرضه نتائج الكاميرا السيلفي هايلة جدا جدا في الشمس، ألوان مظبوطة، HDR محترم. وصحيح إن في صور البورتريه العزل بيكون إلكتروني،
لكن برضه مظبوط جدا. وبالليل اداء الكاميرا السيلفي بيقل بفرق واضح، التفاصيل بتقل والنويز بتزيد، لكن لازالت النتائج مستخدمة، ومع النايت مود كمان النتائج بتكون افضل بكتير. وانا في رايي مهما تقارن النتائج بتاعه صور سامسونج مع شاومي وواوي واوبو، بميل دايما لنتائج سامسونج اكتر، وبحسها اقرب للواقع بشكل جميل ومش مبالغ فيه. اما بالنسبه للفيديو، فالكاميرا الرئيسيه بتقدر تصور فول اتش دي 30 او 60 فريم في الثانيه بجوده معقوله جدا، وبرضه مفيش تثبيت بصري ولا تثبيت الكتروني، وانا في رايي ده احسن، لان مع بروسيسور متوسط زي ده التثبيت الالكتروني كتير بيبوظ الفيديو وتطلع فيه اجزاء كتير مش طبيعيه ومش منطقيه زي ما بيحصل احيانا مع شاومي مثلا. ده كده فيديو 30 فريم في الثانيه، فطول ما الاضاءه كويسه وبتثبت ايدك كويس، نتائج الفيديو ال 30 فريم في الثانيه بتكون كويسة جدا ويعتمد عليها. الألوان ممتازة وصوت المايك كمان كويس ومعقول جدا. أما نتائج الفيديو ال 60 فريم في الثانية هنا للأسف ملهاش أي لازمة خالص. ده كده فيديو 60 فريم في الثانية، أولا بتطلع أقل من 60 فريم، وكمان بيكون فيها تقطيع واضح بيخلي الفيديو مش مستخدم، وزيادة على كل ده التفاصيل بتكون قليلة جدا جدا، التفاصيل كلها بلوري مش واضحة خالص، فما تعتمدش عليه ابدا، وما انصحكش ابدا ان انت تستخدمه في التصوير. وتصوير الفيديو في الاضاءه الضعيفه 30 فريم في الثانيه برضه النتائج ما بتكونش احسن حاجه. ده فيديو فول اتش دي 30 فريم في الثانيه، تفاصيل متواضعه ونويز عاليه، وده طبيعي جدا، ولا زالت النتائج بتاعته برضه مقارنه بالموبايلات التانيه اللي من نفس الفئه تعتبر كويسة جدا. والجميل في الموبايل هنا كمان ان فيه تصوير سلو موشن 240 فريم في الثانية بجودة اتش دي، ونتائج السلو موشن فعلا لطيفة جدا، رغم ان زي ما شفنا تصوير 60 فريم في الثانية دايما بيطلع نتائج سيئة للغاية، لكن السلو موشن حلو جدا، معرفش ازاي بصراحة. والكاميرا السيلفي برضه بتقدر تصور بيها فيديو 30 فريم في الثانية، ونتائجه كويسة جدا جدا في الإضاءة القوية والإضاءة المتوسطة، فاجأتني فعلا. نتائج في الشمس تعتبر كويسة جدا، وطبيعي جدا ان جودتها في الفيديو بتقل بشكل واضح مع الإضاءة الضعيفة. ده كده فيديو سيلفي 30 فريم في الثانية في إضاءة ضعيفة جدا. خلاصة فيديو النهاردة هو ان سامسونج اي 05 هو موبايل مناسب جدا للي بيدور على موبايل رخيص بكاميرا كويسة ومساحة كبيرة، وخصوصا كمان لو متعود على نظام سامسونج والواجهة بتاعتهم ومش عايز يغير. وفي المقابل هنلاقي ان الموبايل بيجي فقط مع كيبل الشحن، مفيش اي اكسسوارز، مفيش سكرين، مفيش كفر، مفيش شاحن، وبس كده. ولو عندكم عموما اي اسئلة بخصوص الموبايل ده فاسألوني في الكومنت وهحاول اجاوب عليكم بإذن الله. وكالعادة لو عجبتكم الحلقة فما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب في القناة عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.